مش الحاج ابو حنان طلع غلبان وكيوت خالص وبيتحايل على الناس عادي، يعني زي الناس العاديه وبيقولوا النبي وبتاع. ايه الموضوع؟ دونالد ترامب بيتحايل على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ايه؟ قال له قبل كده مره اثناء حرب غزه تعالى امريكا، والرئيس رد قال له معلش انا اسف مش جاي. قال له تاني بعدها بكام شهر يا سيدي تعالى امريكا علشان برضو نحل، قال له لا انا اسف مش جاي. طيب خلصت موضوع غزه وانتهى وعملنا معاهده السلام والدنيا جميله، جاي دلوقتي بيقول له ايه؟ تعالى امريكا عايزين نقعد بقى عشان نتكلم شويه. ده بعد لما هو جابه اصلا شرم الشيخ الاول. فقال له والله ليه؟ قال له تعالى بس عايزين نقعد بس مع نتنياهو عشان عايزين نحل. قال له ما هو انا خلي بالك الجو بتاع ان انا اجي لك واقعد وتعمل زي الرؤساء التانيين اللي هو قول اسمك وقول اسم بلدك، الجو ده مش هياكل معايا. قال له يا معلم عيب، انا يعني انا هعمل معاك كده؟ فقال له ايه؟ قال له طب تعالى انا يا عم عندي منتجع بتاعي في جولف وفي جنينه وفي جو حلو، تعالى يا عم نقعد ونحل ويشوف اللي انت عايزه. الصحف الاوروبيه والصحف الامريكيه ردت بتقول ايه؟ وكان رد الرئيس المصري عليه كان كول يعني اللي هو ايه؟ عادي ما هوش مهتم قوي، اللي هو مثلا سيبني افكر يعني. لان علشان الرئيس المصري يروح يقعد مع ترامب وهو جايب نتنياهو عشان يقعد ويحل، لازم يبقى هو ليه شروط هو اللي يمليها. مصر وصل بيها الحال ان هي اللي بقت تقول لامريكا لا مره واثنين وثلاثه، وهي اللي تملي الشروط قبل ما تروح تقعد. تحيا مصر وتحيا رئيسنا.